هذا المفاعل لأول مرة يتم إنتاجه بالعالم. المفاعلات عادة من اليورانيوم، لم يتمكن أحد من إنتاج مفاعل بدون يورانيوم. هذا المفاعل من الملح الصخري. بالعراق يتوفر الملح الصخري بكميات كبيرة تغطي حاجة العراق الأكثر من 500 ألف سنة قادمة. يستخدم في هذا المفاعل 400 ألف طن كل 10 سنوات، يستهلك منها فقط 10 أطنان بالسنة. هذا المفاعل ينتج طاقة كهربائية 40 ألف ميجا واط، ما يعادل ما ينتج هنا في العراق في هذا العام 4 مرات. يغطي حاجة العراق بشكل كبير جدا، وإذا استخدم في الوطن العربي بمفاعلين يغطي حاجة الوطن العربي بالكامل. هذا المفاعل ينهي أزمة الإشعاع النووي، النفايات النووية، ينهي أزمة التفتيش المفتعلة، هذه الأزمة المستخدمة ضد الشعوب. هذا المفاعل ينهي الأزمات الخاصة بالتسليح النووي. هل تم تطبيقه على أرض الواقع؟ نعم، هذا المفاعل عبارة عن نموذج صغير تم صنعه وكان يولد طاقة كهربائية من الملح الصخري. أي الجهات الداعمة لهذا المفاعل؟ أعتقد هو النظام موجود لدعم المفاعل، لكن لا توجد هناك قدرات مالية لبناء هكذا مفاعلات. كم يكلف؟ يصنع محليا. كلفة هذا المفاعل تساوي كلفة أصغر محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في العراق. هل عرضتوا على الجهات المعنية؟ نعم، عرضنا على وزارة الكهرباء وطلبوا حضوري وتناقشنا، وأثناء المناقشة تكلموا عن موضوع مهم جدا، وهو أنه وزارة الكهرباء لا تدعم أي مشروع يستورد أو يصنع محليا إلا من طرف الشخص نفسه. كقطاع حكومي لا توجد لديهم أموال لتغطية هكذا مشاريع. هل عرضت على هكذا مشروع مهم على الدول العربية المنتجة للطاقة، الدول الأجنبية؟ لأنه حينما نتحدث عن يورانيوم بدون مفاعل إلكتروني لإنتاج الطاقة، يقينا هناك منظمات عالمية وشركات استثمارية. كثير من المؤسسات في العالم تحتاج هذا المفاعل. عرضناه في مصر وحاز على الوسام الذهبي، وعرض في المؤتمر في دبي وحاز على الوسام الذهبي، وعرض في آش في رومانيا وحاز على الوسام الذهبي، وكذلك في إيران وحاز على الوسام الذهبي. دائما هذا النموذج من الصناعات يحظى بكثير من الدعم الدولي. نعم، لكن هل هناك جهة فاتحتك لغرض الاستثمار؟ ما فقط وزارة النفط جاني كتاب يطلبون منا الحضور لغرض مناقشة هذا الموضوع مع وزارة النفط.